السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة كروشيه ستايل. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المحفظة الرقيقة دي. دي محفظة طبعا انت ممكن تتحكمي في حجم المحفظة او البورتفيه بعدد السلاسل اللي هتشتغليها. يعني عايزاها شنطة هنكبر الحجم بتاعها. مثلا انا عاملة هنا 18، بادئه ب 18 سلسلة زائد سلسلة ارتفاع يبقوا 19. انت ممكن تكبري تعملي 25 سلسلة 30 سلسلة على حسب حجم الشنطة اللي انت عايزاها. الغرزة مفيش ارق من كده، شكلها جميل جدا، شكلها الجمالي ممتاز. شايفين؟ دي غرزة نص عمود عكسية بنشتغلها. بنشتغل سطر من غرز النص عمود دي وسطر كمان من غرز الحشو العادية، طبعا بالتناوب مع بعضهم هيدينا الشكل الجمالي ده. تابعيني في الفيديو عشان نعرف تفاصيل الغرزة دي ازاي، وهنكمل مع بعض ازاي، وهنقفل ونبدأ السطر ازاي. هستخدم خيط مكرمية مصري، وهستخدم يد جلد بطول 10 سنتي او 12 سنتي تقريبا. هستخدم سوستة بمقاس تقريبا 16 ل 17 سنتي، وهستخدم حلقة عادية بس صغيرة، وهستخدم كمان خيط عادي مع إبرة عشان أخيط بيها السوستة. هستخدم كمان، وده أساسي معايا، إبرة رقم 4.5. خيط المكرمية المصري سمك متوسط لأقل من متوسط شوية. الاتنين الفتلتين زي بعض تقريبا نفس السمك عشان الشغل بتاعك يطلع مظبوط. خلاص، هنبدأ ان شاء الله بالخيط الغامق ونخلي الفاتح هيبقى الاساسي معايا، هو الغامق اللي هأسس بيه البورتفيه او المحفظة. هعمل عقدة بداية، وهعمل 16 سلسلة. اشتغلت 16 سلسلة، هشتغل كمان يبقى انا اشتغلت كده 19 سلسلة. خلاص، اشتغلت 16 الاول، بعدين اشتغلت 3 كمان، بقوم 19 سلسلة. هسيب السلسلة الاخيرة وهشتغل في اللي قبلها غرزة حشو في الظهر. خلاص، انا بشتغل في ظهر السلسلة غرز حشو عادية في كل السلاسل، بمعنى اني هشتغل 18 غرزة حشو عادية في ظهر السلسلة اللي معايا. هكملهم كلهم. خلصت السطر كده واشتغلت 18 غرزة حشو في 18 سلسلة. الغرزة الأخيرة دي هشتغل فيها كمان 2 غرزة حشو، يبقى المجموع ان انا اشتغلت في السلسلة الأخيرة اللي هي الغرزة رقم 18 اشتغلت فيها 3 غرزة حشو. يبقى انا كده معايا لغاية الآن اشتغلت 20 غرزة حشو. خلاص، وانا ماشية كده بلف في الشغل وهشتغل في الغرزة. انا كده لفيت الشغل وبشتغل في اول غرزة هتقابلني غرزة حشو عادية واحدة بس، وهكمل في كل الغرز اللي هتقابلني غرزة حشو واحدة بس. شايفين هنا؟ غرزة حشو واحدة بس. انا كنت بشتغل في ظهر السلسلة، يعني هيبقى الشكل من الناحية دي زي الناحية دي، فهشتغل في كل الغرز يعتبر كده اللي هتقابلني هشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس. هخلصهم وارجع اقول لكم هنا هنعمل ايه تاني. اشتغلت السطر كله بغرز الحشو العادية، وهاجي عند اخر غرزة في السطر برضو هشتغل فيها غرزة تزايد، وهعتبر ان سلسلة الارتفاع اللي احنا ساحبينها منها دي هعتبرها بمثابة الغرزة الثالثة بتاعة التزايد. هقفل هنا في اول السطر كده، هقفل بمنزلقة وهرتفع سلسلة وهشتغل في نفس المكان بس في الناحية الخلفية غرز حشو عادية، وهشتغلها كلها. السطر كله هيبقى عندي غرز حشو عادية لغاية ما اوصل لاخر غرزة انا اشتغلتها. طبعا اللي بيتلخبط هيعلم اول غرزة اشتغلها عشان اول السطر ما يتوهش مني. خلاص، يبقى انا هشتغل غرز حشو عادية. السطر الاول ده هنعتبره هو السطر الاول، هنشتغل غرز حشو عادية في اللفة الخلفية. اخلص السطر وارجع اوريكم هنعمل ايه
السطر الجاي عشان هنبدأ نغير في الالوان. خلاص كده اشتغلت لغاية اخر غرزة، لان الغرزة دي هي اللي احنا قافلين فيها بالمنزلقة وما بنشتغلش فيها. انا اشتغلتها الغرزة دي اللي احنا ساحبين منها المنزلقة مش بنشتغل فيها. هنبدأ ندخل اللون الجديد. هندخل هنا الاول وهنسحب المنزلقة من اللون الجديد. هنرتفع سلسلة، هنشد طبعا الخيط معانا، هدوس بس عليه بغرزة واحدة، وبعد كده من اول هرتفع كمان سلسلة تانية، وبعدين هشتغل. المفروض ان انا بشتغل الغرز دي غرز عكسية، يعني انا هشتغل كده، هسيب الغرزة الاولانية دي وهشتغل في اللي بعدها، ارجع اشتغل فيها تاني غرزة نص عمود. خلاص، وبعدين هلف الخيط على الابرة وهسيب الغرزة دي اللي هي عليها الدور وهشتغل في دي اللي بعديها غرزة نص عمود، بس هريح الخيط معايا عشان ما يشدش الخيط، ما يشدش الغرز معايا جامد. وهرجع اشتغل في اللي ما اشتغلتش فيها المرة اللي فاتت، اللي هي كان عليها الدور واحنا سيبناها، هنشتغل فيها هي نص عمود. خلاص، هلف الخيط على الابرة وهسيب الغرزة دي هي اللي عليها الدور، دي احنا اشتغلنا فيها المرة اللي فاتت، هسيب اللي عليها الدور وهشتغل في اللي بعديها. خلاص، تركيز مهم جدا عشان ما يفوتناش غرزة او نزود غرزة. شايفين؟ اشتغل برضو، هنسيب دي اللي عليها الدور، احنا دي بالفعل اشتغلنا فيها، هسيب اللي هي اللي عليها الدور دي وهخش في اللي بعديها وهسحب غرزة نص عمود، هرجع اشتغل تاني في اللي قبلها، ده هيدينا غرزة نص العمود العكسية بشكلها الجميل المنظم المنسق ده، شكلها المميز، هتديكي في الاخر قطعة فنية ملهاش مثيل. هنسيب دي وهندخل في دي. خلصت السطر بالغرزة العكسية دي. المفروض ان انا دلوقتي عايزة اقفل السطر بمنزلقة، هقفل بمنزلقة بس هسحب الخيط الاول. خلاص، هدخل هنا في تاني غرزة، في تاني سلسلة ارتفاع اشتغلناها، هنقفل بمنزلقة بس عشان ايه اسحب الخيط كويس. نشد الخيط اللي هو التاني، نرتفع بسلسلة، نسيب الخيط التاني زي ما هو مش هنقص حاجة، وهنرجع نشتغل غرز حشو. في كل غرزة هتقابلنا هنشتغل فيها غرزة حشو، هدخل في نفس المكان وهدخل اشتغل غرزة حشو، وبعدين غرز حشو في كل الغرز اللي هتقابلنا، غرز حشو عادية تحت الحلقتين. شايفين؟ غرز حشو عادية جدا. هكمل السطر بغرز الحشو العادية وهرجع اوريكم السطر الجديد هنشتغل فيه ازاي تحت الحلقتين. ما ننساش هخلصه وارجع لكم تاني. انا هنا اشتغلت طبعا بما ان خلاص عرفنا الغرزة ماشية ازاي، فانا اشتغلت ادي 1 2 3 4 5 6 وده سابع سطر اللي انا بشتغل فيه. هشتغل عليه كمان غرز حشو عادية باللون
الغامق برضو، بس ايه الفرق؟ ان انا اشتغلت باللون الغامق اشتغلت 4 سطور لغايه دلوقتي، وهشتغل الخامس. وباللون الفاتح اللي هو غرزه نص العمود العكسيه اشتغلت بيها 3 سطور في النص كشكل جمالي للبورتفيه. المفروض ان انت بتتحكمي في المقاسات طبعا على حسب الشغل المطلوب منك او على حسب الشغل اللي انت عايزه تعمليه. انا هشتغل دلوقتي سطر تاني غرز حشو عاديه فوق السطر اللي انا بشتغل فيه، وهقفل على كده لاني شايفه ان كده حجمه مناسب وكويس قوي بالنسبه لبورتفيه صغير او لمحفظه متوسطه الحجم. هخلص بس هوريكي الاول لان عندي حلقه عايزه اثبتها. نقفل برضه بمنزلقه فوق في اخر كل سطر بنشتغل فيه، وما ننساش الغرز، ما ننساش الغرزه الاخيره والغرزه الاولانيه. خلاص انا هقفل هنا بمنزلقه خلاص كده، وهشتغل في نفس، هرتفع الاول سلسله وهشتغل غرزه حشو في نفس المكان اللي اشتغلت فيه المنزلقه. الاول هثبت الحلقه اللي معايا، هاخدها عندي تحت الخيط وهشتغل عليها غرزتين. خلاص انا هشتغل عليها في نفس المكان اللي هو بدايه السطر والغرزه اللي بعده. احنا كده بنثبت الحاجه او الحلقات اللي معاكي او الاكسسوارات اللي معانا اول باول، علشان ما نحتاجش بعد كده نخيط ونقص خيط ونحاول نخبي الخيط في الغرز. خلاص كده بقت ثابته معايا في اول السطر. خلصت كده السطر التاني من غرز الحشو العاديه اللي خلاص احنا كده بنقفل بيه. هنقفل بقى بمنزلقه في اول غرزه حشو عملناها، وهنقص الخيوط اللي معانا ونشوف هنعمل ايه بعد كده. بعد كده عندي سوسته المفروض هركبها وهركب اللوجو، وبعدين هنشوف. اقص الاول الخيط التاني، قفلة اخر السطر دي هي اهم قفلة، عشان مش عايزين البداية او القفلة بتاعت السطر تبان. فهندخل من هنا وهنسحب الخيط كده، احنا قفلنا قفلة سحرية. شايفين بقى مش باين ايه بداية السطر من نهايته. هداري بقى الخيوط دي وهرجع بعد كده اكمل شغل. تحطيه في المكان اللي انت شايفاه مناسب، هتحطي الاول وتعملي بروفة وتشوفي. انا شايفه انه كده حلو، هتخيطيه او هتلزقيه المتاح بالنسبه لك يعني. هتخيطي تلزقي مع بعض مفيش اي مشكله، بيبقى امتن وبيبقى ثابت اكتر. لو اللزق مش متاح هتخيطي بس طبعا زي كده.
خلاص كده خلصنا السوسته. شايفين شكله ادي مقصينها وظبطناها. شايفين السوسته جميله جدا. واللوجو خلاص ركبناه. هنركب بقى الايد بتاعه البورتفيه. ده هيبقى شكله. شايفين شكله جميل جدا.